عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، يسر المكتبة الصوتية الإسلامية أن تقدم لكم الدرس الثالث من السلسلة العلمية التي هي بعنوان من هنا نبدأ، لفضيلة الشيخ أبي إسلام مصطفى ابن محمد ابن سلامة. والآن مع فضيلة الشيخ. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الدرس الثالث من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. بينت في المحاضرتين السابقتين عدة أمور. بينت أسباب تمزق هذه الأمة، وبينت الطوائف الثلاث التي ولدت هذه الأسباب، وقلنا هذا هو الداء. ثم بحثنا سويا عن الدواء، وقلت الدواء في عدة علامات ضوئية. ذكرت العلامة الأولى، ألا وهي وجوب التمسك بكتاب الله وبما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نفهمهما بفهم سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقلنا لا يحل لمسلم أن يوجه سؤالا إلى من يعلم أنه يفتي بغير كتاب ولا سنة. قلنا لا يحل لمسلم أن يكثر جمع أهل البدع والضلال الذين يحللون ويحرمون بآرائهم ومعارفهم التي ركبوا بها النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. وأما العلامة الثانية، ألا وهي عقيدة المسلمين، بينت أن الذي يستمع له لا بد وأن يعلنها صراحة. عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي بكر وعمر، عقيدة ابن المسيب ومجاهد، عقيدة الأئمة، عقيدة ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. قلت لا يحل لمسلم أن يكثر جمع أهل البدع الذين يدينون إلى الله بغير هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فكما أعلنا عقيدتنا فقد أعلنت أيضا براءتنا من أهل البدع والضلال ومن معتقداتهم الفاسدة التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، بل ولا من عقل صريح. لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب وما أنزل هذه السنة إلا على أهل العقول، فلا يمكن لنص صحيح أن يخالف أبدا عقلا صريحا. فمتى خالف العقل النص وجب عليك يرحمك الله أن تطعن في عقلك، لا تطعن في كتاب ولا تطعن في سنة، فإنه طريق أهل البطول، أهل الضلال والغي عياذا بالله تعالى. وعلامتنا الثالثة،
التي نبدأ بها اليوم إن شاء الله تعالى، ألا وهي علامة ضوئية سيطول الكلام عنها إلى عدة محاضرات، فلا يمكن أن تلم لا في محاضرة ولا في أكثر من ذلك. والله إنه كلام مختصر، ومع ذلك هذه العلامة سيمر عليها المحاضرة والثانية والثالثة والرابعة وأكثر من ذلك حتى نحقق هذه العلامة، لأنها بيت القصيد ومحل الكلام، ومن جهلها جهل أمر هذا الدين وإن زعم أنه يفهم في هذا الدين. فهذه العلامة نقول يجب على الأمة حكاما كانوا أو محكومين أن يتخذوا المنهج التأصيلي الصحيح في التفقه في دين رب العالمين، وفي نفس الوقت يجب علينا أن نتبرأ من المنهج التأصيلي الفاسد الذي يناهض كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول المنهج التأصيلي إذن كلامنا في الأصول، وإذا صح الأصل فمما لا شك فيه ما بني عليه يكون صحيحا. فمتى كان الأساس صحيحا راسخا قويا كان الفرع الذي بني عليه أيضا صحيحا قويا يضرب أكباد السماء. نعم، من صح أصله صح فرعه لا محالة، وبحسب ما تمكنت من هذه العلامة بحسب عبادتك لله سبحانه وتعالى. فالمنهج التأصيلي يبنى على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة بأقسامها الأربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه النصوص تستخدم في الأحكام العلمية أعني العقيدة، وتستخدم في الأحكام العملية أعني الفقه كباب الطهارة والصلاة وغير ذلك كما تعلمون. وأن يتم فهم هذه النصوص على فهم سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن زعم أنه جاء بفهم راكب فهم الصحابة أو جاوزه فهو مفتون مغرور بنفسه، جانب طريق الصواب وبعد عن طريق أهل السنة والجماعة. فكل من وافق الصحابة فهو سلفي لا محالة، وكل من خالف الصحابة فهو تلفي ولا محالة، وإن زعم أنه على خلاف ذلك، وإن سمى نفسه بهذه الأسماء، وإن لبس ثياب أهل العلم والتقى والورع، فلا كلام لأحد بعد كلام الله وبعد كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمسوح الشياطين لا تغني من الحق أبدا، فإن الحق غالب على يدينا أو على يد غيرنا. لما؟ لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأن كتاب الله، بأن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هي الحاكمة على جميع الآراء، هي الحاكمة على جميع المعارف. فمن زعم أن قوله، أن معرفته غالبة لكتاب أو سنة، معايرة لكتاب أو سنة، نعتقد أنه من أهل البطول عياذا بالله تعالى. فأولا نتكلم كلاما مختصرا
عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون الكتاب، فنعتقد في الكتاب أنه قطعي الثبوت. ومعنى قطعي الثبوت أن كل حرف فيه قد أجمعت الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد نطق به، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعه من جبريل، وأن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله سبحانه وتعالى. فهذه لا يشك فيها مسلم أبدا. ضف إلى ذلك أنه من أزاد حرفا أو أنقص حرفا أو ضبط حرفا بغير ما ثبت في القراءات المعتمدة فإننا نعتقد اعتقادا جازما بأنه كافر 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 أزاد في كتاب الله أو أنقص أو ضبط لفظا لم يثبت في قراءة صحيحة واعتمدها اعتقادا وعملا، لا نشك طرفة عين بأنه كافر كافر كافر. فلا تكونوا كالشيعة يرحمكم الله، فإنهم أزادوا في كتاب الله وأنقصوا من كتاب الله. يقول هالكهم الأول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك. هكذا يزيدون في كتاب الله وكذبوا رب الكعبة. وهذه الزيادة من هذا المسكين تدل على غباوته. أتدرون لما؟ لأن هذه الصورة صورة مكية، وأنتم تعلمون أن عليا رضي الله عنه لم يتزوج بفاطمة إلا في المدينة، فلم يكن صهرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أبدا، إنما الصهر الوحيد هو العاص ابن الربيع كان صهرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنعتقد يا شباب الإسلام قضية لا نهاجن فيها أحدا مهما إن كان ومهما إن على. كتاب ربنا فيه كل ما نزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زيادة ولا نقصان ولا ضبطا بغير قراءة معتمدة. فهذا هو الذي يجب عليك يرحمك الله. أما الجزئية الثانية في حروف هذا الكتاب أنها قد تكون ضمنية الدلالة وقد تكون قطعية الدلالة. ومعنى قطعية الدلالة أي أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، كما قال تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. فهذا قطعي الدلالة بمعنى أنه يجب عليك في كفارة الأيمان أن تكون 10 من المساكين، فلا يحل أن تقول أنها 9 أو 11، فهذه لا تحتمل أبدا. ومثلها وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلامنا عن أصول التفسير: الرحمن على العرش استوى، فإن لفظ استوى هنا لا تعني إلا معنى واحدا، ألا وهو أن الاستواء معلوم كما قال مالك رحمه الله، وأن الكيف مجهول، وأن السؤال عنه بدعة. وقد يكون اللفظ ضمني الدلالة أي يحتمل أكثر من معنى، وحينئذ لا يترك الأمر هباء بل يضبط ويراد المعنى من كتاب ربنا أيضا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فيا ترى ما المراد بالقرء هنا؟ فإن القرء له معان معروفة، ولكن نحن لا نأخذ إلا قولا واحدا
بأن القرء هو الحيض، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القرء بأنه الحيض، وليس كما يقول كثير من الناس عياذا بالله تعالى. كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو كلام الله. كلام الله كما تعلمون أنه من علم الله. أنتم تعلمون أن علم الله صفة من صفات الله. أنتم تعلمون أن صفات الله غير مخلوقة. إذا يا قومنا كلام الله غير مخلوق، هذا ما نعتقده، وخلاف ذلك ضلال وبعد عن الصراط المستقيم. ولنا فيه في علم العقيدة كلاما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. أما الشيء الثاني ألا وهو سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى ما هي السنة؟ السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله، بل وسكوته، بل وسكناته، حقيقة أو حكما. هذه الأحاديث وضع لها أهل الحديث 5 شروط، وقالوا أن هذه الشروط متى توفرت في حديث فإن الحديث حديث صحيح نحل به ونحرم به. وهذه الشروط 5 كما سبق. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الراوي، الشرط الثالث ضبط الراوي، الشرط الرابع عدم الشذوذ والعلة سندا ومتنا، والشرط الخامس عدم الشذوذ والعلة سندا ومتنا أيضا. فهذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها تفصيل سنبينه في مكانها. قلت من الذي وضع هذه الشروط؟ هم أهل الصنعة. فلا يحل لمسلم بعد ذلك أن يضيف شرطا إلى هذه الشروط. لما؟ لأنه ليس من أهل الصنعة. لما؟ لأن أهل الصنعة أجمعوا على هذه الشروط، وأنتم تعلمون أن أهل كل صنعة أمة. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان أهل الحديث أمة فقد بينوا أن شروط الصحة 5، فمن أزاد عليها فإنه خارق لإجماع هذه الأمة، ولا يلتفت إلى كلامه بأي حال من الأحوال مهما إن كان كعبه، فإن كعب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من كعبه، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المعصوم، ولأن الأمة هي المعصومة، ولم يثبت أن أحدا خلاف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه معصوم في قوله أو في فعله. فهذه أمور لا بد وأن تلتفت لها. وعليه هل وضع أحد شروطا على هذه الشروط؟ قلت نعم. بعض الناس وضع شروطا على هذه الشروط، وهذه الشروط كما سبق أنها منقوضة بماذا؟ بإجماع سابق لها، فلا عبرة بها، ولكن سنفند إن شاء الله تعالى
كل شرط من هذه الشروط ونبين عاره. لما؟ لأنه خالف إجماع الأمة. هذه الشروط التي سأذكرها قال بها بعض الناس، وللأسف إن كثيرا من المشتغلين بالدعوة لا يعلمون هذه الشروط، ومن علمها إلا من رحم رب العالمين لا يدري أثرها الفقهي على ألوف المسائل الشرعية. فلما غابت هذه الأصول حصل هذا التيه وحصلت هذه الحيرة، واضطرب الناس وظنوا أن الخلاف بين النااس خلاف في فهم النص أو خلاف في ثبوت النص. قلت نعم قد يكون ذلك، ولكن في نذر من المسائل الشرعية. أما الأمة العظيمة من المسائل الشرعية فإنها قد بنيت على هذه الشروط الباطلة، وحيث إن الأصل فاسد فلا محالة ما بني عليه لا يكون إلا فاسدا. هذه الأصول أذكر بعضها. الأصل الأول قالوا ألا يكون الخبر مما تعم به البلوى. والشرط الثاني ألا يكون الخبر مخالفا للقياس إذا كان الراوي غير فقيه. والشرط الثالث ألا يكون الخبر مخالفا للأصول العامة. الشرط الرابع ألا يكون الخبر يخالف عموم القرآن. الشرط الخامس ألا يكون الخبر فيه زيادة على النص. الشرط السادس ألا يكون الخبر عمل الراوي بخلافه أو فتى بخلافه. الشرط السابع ألا يخالف الخبر عمل أهل المدينة. فوضعوا هذه الشروط على ما سبق من الشروط، وقلت أن هذه الشروط خارقة. لماذا؟ لإجماع أمة، فالواجب عليك في الإجمال ألا تلتفت لها، ولكن سنبين إن شاء الله عورها وأنها مناهضة للنص وللإجماع، بل الذي ابتكرها لم يلتزمها في عشرات المواضع. ولكن قبل أن أخوض في هذه الشروط لا بد وأن أقف وقفة مع نفسي ومعكم حتى نتفق على قضية وبها يظهر من هو الأبيض ومن هو الأسود، من هو الذي يسعى لائتلاف هذه الأمة ومن هو الذي يسعى لتفريق هذه الأمة، من هو الذي يريد للشباب أن يعلو ويقوم بقسطه بالنزارة، ومن يريد أن يثبط الناس ويكون إماما وهم رعاة دائما. هذه المسألة التي لا بد وأن أقررها أولا، أن الأئمة رحمهم الله جميعا قرروا وجوب اتباع النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة. هذا ما قرره جميع أهل العلم، أن النصوص هي المعتمدة ولو خالفت أقوالهم. لذلك يقول الصنعاني رحمه الله في إرشاد الفحول الصفحة 41 بعد 100 قال ما نصه. نعم إرشاد النقاط. حاضر. قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله. فقيل إذا كان خبر رسول الله يخالفه قال اتركوا قولي بخبر رسول الله. فقيل إذا كان
قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي بقولهم. نريد أن نقف على هذه الكلمة لإمام من أئمة المسلمين، ألا وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا الرجل يقول لأمته، يقول لهم: قولي غير معصوم، قولي يحتمل الخطأ والصواب. فإنه رحمه الله ما قال لأتباعه اتبعوني في كل شيء، بل هذا الرجل رحمه الله تبرع وقال كلمته بأنني، أي هو أبو حنيفة رحمه الله، ليس معصوما. ماذا نفعل في كلامك؟ قال: كلامي يحتمل الخطأ والصواب. ماذا نفعل فيه؟ قال: عايروه، عايروه بكتاب الله، فإن خالف كتاب الله فاتركوا قولي وخذوا بكتاب الله. عايروه بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خالف السنة اتركوا قولي وخذوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. عايروه بكلام الصحابة، فإن خالفه اتركوا قولي وخذوا بكلام الصحابة. فهنا أعلن أبو حنيفة رحمه الله ولايته لله سبحانه وتعالى، وتبرأ من ولاية الشيطان. هذا القول قاله مالك رحمه الله بلفظ آخر، وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأنتم تعلمون أن مالكا كان يدرس في الحرم النبوي، فهذا الرجل العظيم ناصر السنة رحمه الله يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. إذن يقصد كل أحد على وجه هذه الأرض في أي مكان وفي أي زمان يؤخذ من قوله ويرد. إذن مالك رحمه الله أثبت لكلامه العصمة، أثبت أنه معصوم، أم أثبت أنه يؤخذ من كلامه ويرد؟ ثم رحمه الله أشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: إلا صاحب هذا القبر، فإن قوله معصوم. لما؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنتم تعلمون بأن الوحي لا يخطئ أبدا، ونبينا أشهد الخلائق على أنه بلغ ورب الكعبة، ونحن نشهد على ذلك وإن لم نره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول إمام أهل الهجرة رحمه الله تعالى. أما قول ناصر الحديث الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. ما معنى هذا الكلام؟ ناصر السنة الشافعي رحمه الله يقول لك: يا ابن آدم، لو تكلمت بكلام هذا الكلام عارض كتاب الله، عارض سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تلتفتوا لكلامي، واضربوا بكلام عرض الحائط، وخذوا بكتاب ربكم وخذوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الشافعي رحمه الله جاء إليه رجل فقال: يا إمام، ما تقول في المسألة كذا؟ فقال: أقول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. ثم أفتى في المسألة وذكر حديثا، فقال السائل: يا إمام، أتأخذ بهذا الحديث؟ فانتفض الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ يا هذا، أوجدت في وسط زنارا؟ انظر إلى الشافعي، يقول له الرجل: أتأخذ بهذا الحديث؟ فانتفض الشافعي فقال: أرأيتني خارجا من كنيسة؟ رأيتني كافرا بالله؟
اترك قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو الشافعي رحمه الله. اما امام اهل السنة بلا منازع الذي جعله الله تبارك وتعالى ليوم المحنة كما جعل ابا بكر ليوم الردة، احمد بن حنبل علم هذه الامة، ماذا يقول؟ هذا الرجل يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذوا من حيث أخذوا. فأحمد رحمه الله وجعل الجنة مثواه يقول للناس: لا تلتفتوا إلى أقوال الناس، أقوال الناس تحتمل الخطأ والصواب، فما خالف الكتاب والسنة فخذوا بما تضمنه الكتاب والسنة، وإياكم أن تلتفتوا إلى كلامنا. ثم أزاد شيئا لم يكن في كلام من سبقه، ألا وهو: وخذوا من حيث أخذنا. فهذا إرشاد وتوجيه لشباب هذه الأمة خاصة بأن يتوجهوا إلى العلم النافع، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نظرت إلى هذه النقول عن الأئمة الأعلام مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله جميعا، وجدت أن الأئمة الأعلام تركوا لنا وصية. ما هي؟ العمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى صح، وعدم الالتفات إلى أقوالنا. هذه وصية من؟ وصية الأئمة. وأقول: ما حكم تنفيذ الوصية؟ حكمها الوجوب، يجب عليك أن تنفذ هذه الوصية. إذن أقول: من عمل بالنص الشرعي وترك قول إمام من الأئمة الذي خالف هذا النص الشرعي فإنه أصاب ميزتين. الميزة الأولى أنه اتبع النص، والميزة الثانية أنه اتبع وصية الإمام رحمه الله تعالى. أما من ترك النص الشرعي وأخذ بقول إمام من الأئمة وهذا القول يخالف النص الشرعي فقد أصاب مذمتين. المذمة الأولى أنه ترك النص الشرعي، والمذمة الثانية أنه ترك وصية إمامه. وحينئذ أقول: أي الفريقين أحق بالأمن؟ حينئذ أقول: أي الفريقين أتبع للأئمة الذين تركوا قولهم وتمسكوا بوصيتهم وبكتاب ربهم وبسنة نبيهم